السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هعمل لكم وصفة سهلة وسريعة. هي مش سهلة قوي ومش سريعة قوي، بس جميلة جدا تستحق ان انتي تعمليها. هي بس فيها تريكات، على لو ظبطتيها خلاص هتطلع معاكي روعة وناجحة 100% ومن اول مرة. هي مش أكلة إيطالي ومش أكلة مصري، هي الكبة اللبناني، بس من الحاجات الجميلة جدا الشيك قوي اللي كمان لما بتعرفي تعمليها وبتتقنيها بتبقى حلوة قوي انك تحطيه على سفرتك، خصوصا في العزومات، لو في عزومات كده بتبقى تحسي انه طبق شيك وسبيشيالي كده على ترابيزتك. الكبة اللبناني من الحاجات الجميلة جدا، او بيقولوا عليها الكبة الشامي او بيقولوا عليها الكبة الحلبي. الاعتماد في الوصفة دي على البرغل واللحم المفروم. وفي ناس بيعملوا كمان الحشوة او الكفر الخارجي بيعملوه بالبرغل واللحمة، بس بيختاروا لحمة قطع وفيها نسبة دهون معينة وبيفرموها في المفرمة وبتبقى يعني شغلانة. وطبعا بيحطوا برضو على البرغل مية سخنة زي ما هنعمل دلوقتي. هنا نص كيلو البرغل ده يعني حوالي كوبايتين ومعلقة، هنحط عليهم حوالي كوبايتين ونص من المية السخنة المغلية. فهم كمان بيعملوا الخطوة دي، بالإضافة طبعا ان هم بيجهزوا اللحمة ويقطعوها وبعدين يفرموها فرمة أولى وبعدين يضيفوا عليها البرغل وبعدين يخلطوها مع اللحمة وفرمة تانية، فشغلانة كبيرة وطويلة وعريضة. وفيهم ناس بيعملوها من غير لحمة، الكفر الخارجي بيعملوه بالبرغل بس وبيبقى طعمه جميل جدا برضو، واللحمة بتبقى في الداخل بس، أو في الحشوة يعني بيبقى ريبينه باللحمة بس. أنا بقى هنا النهاردة هعمله بالوصفة دي. بس كمان حتى الناس اللي بتعمله بالطريقة التانية دي اللي هي من غير لحمة برضو بيعملوه في المفرمة. احنا بقى مش هنعمله بالمفرمة ومش هنعمله في اي حاجة، احنا هنعمله ونسهل على نفسنا كله يدوي كده او بحاجة بسيطة. هقولك انا تركة بسيطة وكلنا عندنا. فهنعمله ان شاء الله يطلع معانا الكفر متماسك ومقرمش وحاجة يعني روعة. من اول مرة هتعمليها هتظبط معاكي ان شاء الله. امشي على الخطوات وان شاء الله تطلع معاكي مظبوطة 100%. معايا هنا بطاطستين حجم متوسط، هنسلقهم كويس ولازم تسلقيهم كويس جدا. وهنعمل بقى الريبينو بتاعنا او الحشوة بتاعتنا. الحشوة بتاعتنا معتمد على ايه؟ معتمد على حاجات بسيطة. هي هنعمل عصاج عادي ونحط عليه توكو جديد كده يديله طعم جامد قوي، وهو ده اساسي في الوصفة، او في الوصفة الاصلية بيتحط. معلقتين زيت ذرة كبار، هنزل عليهم بثلاث بصلات متوسطين الحجم ويكونوا متقطعين او مفرومين ناعم زي ما انت شايفه. هشوح الكلام الجامد ده مع بعضه بحيث ان هي تاخد بس معايا لون بسيط، واول ما تبدأ تاخد اللون هنزل بعد كده عليها بالتوابل. زي ما انتي شايفة هنا البصل دبل معايا وبدأ ياخد لون، بس ما كانش واضح قوي، هو كان واخد كراست كده من تحت بس ما كانش باين قوي. هقلب. حطيت الملح وهنزل بالبهارات. البهارات بتاعتها بسيطة وسيمبليتشي ما فيهاش اي مشكلة. هننزل ببابريكا ومعلقة من السبع بهارات وقرفة. بابريكا نص معلقة، على حسب طبعا كمية اللحمة بتزودي التوابل، ومعلقة من السبع بهارات ورشة من القرفة او حوالي برضو نص معلقة من القرفة. القرفة والسبع بهارات والبابريكا مع الخليط ده بتاع اللحمة او الريبيين وده مع البرغل بيدي طعم كده جامد قوي. انتي بتحسي انك بتاكلي حاجة جميلة او مقرمشة من بره، وجوه الخليط بتاع العصاج او اللحمة مختلف، في قرشة جميلة. القرشة دي بقى جاية ان احنا هنضيف عليها عين جمل. نزلنا هنا باللحمة المفرومة، واللحمة المفرومة كانت حوالي 600 جرام من اللحمة المفرومة، يعني من نص كيلو 600 جرام على حسب الكمية اللي انت هتعمليها، بس عشان يعني يبقى يعني بينه كويس وتمليها حلو. هحط هنا فلفل اسود وارجع اقلب تاني. زودت الملح عشان اظبطه. هنا بقولك معايا بقت بيرفكتة. هنزل بقى عليها بكوباية من العين الجمل. العين الجمل مع العصاج هي الوصفة الأصلية بتتعمل بالعين الجمل أو بالجوز، بيسموه الجوز، بتبقى روعة جدا. انتي بتحسي كده بقرشة العين الجمل مع اللحمة مع القرمشة الخارجية، حاجة يعني كده روعة. معايا هنا البرغل فتح، بعد ما انا قلتلك هنسيبه في المية السخنة عشان يفتح. البرغل بقى هنفضل كل ما نقلبه ولا نعمل اي حاجة هننزل عليه بمية، هنرشرش عليه مية زي ما بيقولوا. دلوقتي انا هنزل عليه بحوالي ربع كوباية من المية السخنة تاني واقلب.
زي ما انتي شايفة كده، ربع كوباية من المية السخنة تاني، وهقلب تاني. البرغل من الحاجات اللي بتشرب المية بسرعة وبيبقى يابس كده وناشف، فاحنا عايزين نطريه ونوصله لمرحلة العجين او الخليط اللي انا اقدر اشكله واقدر اعمل منه كبة حلوة، وما تفكش مني وما تفرقعش مني وما تفتحش مني، وتبقى مقرمشة ومظبوطة بالشعر. معايا هنا البطاطستين ههرسهم كده زي ما انتي شايفة، وده اللي هيخلي معايا خليط الكبة او خليط قصدي البرغل يتجانس كده ويبقى ماسك في نفسه كويس قوي. هقلبه وانزل عليه بالبهارات، معلقة من الملح ومعلقة من السبع بهارات، وكفاية قوي كده بهارات لحد كده. احنا كده كده متبلين اللحمة كمان من جوه بالبهارات، والسبع بهارات تكفينا عن اي بهارات تانية. يبقى انا هحط على الكراست او البرغل الطبقة الخارجية هو مجرد بس هو السبع بهارات وبس. اقلب الكلام الجامد ده مع بعضه وافضل كده افرك فيه، وكل ما بعمل كنت الخطوات دي واقلب برش رشة مية. يعني مثلا دلوقتي انا مثلا هنا جيت استخدم الهاند بلندر، انا استخدمت الهاند بلندر عشان انعم معايا البرغل شويه، لانه كمان نوع البرغل بيفرق. النوع بتاعنا ده هنا خشن شويه، لو في كمان الناعم بيبقى افضل طبعا في الوصفه دي، ويبقى حلو قوي لو تلاقيه. يعني لو في ناس في مصر او في بلاد تانية وعندكم الانعم من ده يا ريت طبعا. هنا البرغل كان خشن شويه بس مش مشكله، انا برضو ضفت عليه الميه وفضلت زي ما انت شايفه كده وراه بالهاند بلندر، وبعد كده هضربه شويه حبه حلوين، وبعد كده جبت الميه زي ما انت شايفه هي ميه ببل ايدي. انا كانت هنا وصلت معايا قوام العجينه، شايفه بتلم ازاي. انا هنا شكلت حبه، الحته اللي انا شكلت فيها انا اتخضيت دلوقتي وسكت عشان كده، الحته اللي انا شكلت فيها الاولانيه ما بانتش وما ظهرتش. بقول لك لسه كنت بشرح لك ان قد ايه العجينه، بصي ناعمه ازاي، بصي انا بلفها ازاي كانها عجينه بقت ناعمه. اهم حاجه ميه تبلي ايدك، سواء هتستخدمي بالجلافزات او بايديكي، تبلي ايديكي كويس او تبلي الجلافز كويس، وتقلبي كده وزي ما انتي شايفه تضمي وتبرميها وتقفلي زي ما انتي شايفه، تطلع لها بوز كده، تطلع معاكي ناعمه زي ما انتي شايفه. انا كورتها وبعدين هعمل لها البوز عشان انا بحبها متماسكه كده ومتجانسه، بحب اكد عليها قوي قوي يعني زي ما انتي شايفه. شايفة بقت جميلة ازاي، روعة روعة روعة. طريقة تشكيلها سهلة، اهم حاجة تقوريها كويس زي ما انت شفتي حتة كورة. وبصي ظبطتها ازاي، شايفة بقت عاملة ازاي، بصي بقت ناعمة ازاي، بقولك النعومة. شايفة الكمية كلها عملت ازاي، ما اخدتش على فكرة معايا وقت خالص. بوريكي ان انا عملتها حجمها قد ايه. طبعا كل ده بياخد حشو كتير، عشان كده قلت لكم كتري اللحمة شوية. على فكرة لو مش عايزة تحطي عين الجمل، في ناس ما بتعملهاش بعين الجمل، بس هي الوصفة الأصلية كان فيها عين الجمل. وبما اننا ما حطيناش لحمه في الكفر الخارجي، فمش معقول كمان هيبقى كمان مش هنحط فيها الا عين الجمل. فلو مش عايزه تحطي براحتك يعني، دي حاجه ترجع لك. بصي بقت روعه ازاي، بقيه الكميه شلتها في الفريزر، بتتشيل معاكي في الفريزر، تطلعيها تسيبيها تفك وتهدى وبعدين تقليها ترجع زي كانك لسه عاملاها دلوقتي حالا. من الحاجات الجامده اللي تقدري تخزنيها قبل رمضان وتعمليها في سفرتك في رمضان. حاجات روعه. بصي بقولك مقرمشه، الصوت مش ظاهر هنا بس هيظهر في الريلز لما هنزله. قرمشة بقى وجمدان وحاجة بقى، وبصي ولا اتهزت ولا اتفكت ولا فتحت ولا عملت. ليه؟ اهم حاجة زيت غزير جدا ويكون سخن قوي، وتنزلي بيها وما تكتريش، يعني تحطي 3 4 وتقليهم وبعدين ترجعي تحطي 3 4 عشان الزيت ما يبردش. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بقى من لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وبون ابيتي.